مكنسة سكاني بال2000 واط. بصراحة مكنسة خفيفة ولطيفة، وانا جربتها السنة الاول قبل ما اعمل الفيديو دوت اللي بقول رأيي فيها، واحنا داخلين في بالظبط 11 شهر. السلك بتاعها 4 متر الطول معانا، انك تلفي في الريسبشن كله، في الاوضه كلها، في الطرقه زي ما احنا شايفين كده. في شعبيه عشان نقدر نطبقها في اي عشان مش محتاجين مشترك. جرب صوتها، صوتها قوي. دي الجزء الاساسي بتاعها. ده الشكل زي ما احنا شايفين. هنا في سوسته وهو بيجي يمين وشمال كده عشان تتحرك معانا في كل الاتجاهات. ودي فتحه المكنسه بتاعتها زي اي فتحه. طبعا هي مستخدمه هي عشان ما حدش يقول ان انا بعمل ريفيو وهي لا ده جديده، لا انا جربتها واستخدمتها وسايبه لكم الادله عليها كمان. شايفين كده؟ ده الشكل الاساسي بتاعها. تاني توصيله بقى بتاعتها احنا ممكن نستخدمها في العربيه، في الشبابيك، في الاماكن الضيقه. جاي معاها الخرطوم ده الناحيه التانيه. لا هو ليه توصيله ثانيه. دي كل الحاجات اللي جايه معاها. ده علشان الاماكن الضيقه، ده عشان الشبابيك او الستاير. الجزء ده بقى هو اللي بيوصل كل الحاجات اللي معانا. تمام. ممكن نوصلها كده على طول، هنستخدمها للعربيه، نستخدمها في الشبابيك او الوصله دي دايركت، او بقى التوصيله بتاعتنا اللي احنا ايه عايزين نوصل تحت مكان ضيق مش عارفين نوصل بيه. حاجه كده في العربيه طبعا نبدا ايه نستخدمها. طريقه بقى الفك بتاعتها انا دلوقتي خلاص استخدمتها واتملت معايا. ده الاساس كله، ده الموتور والاساس وكل حاجه. ده انا لو دوست كده هينزل كل الرواسب والاتربه وكل حاجه معايا. الفك بقى الاساسي كله للفلتر كله، انا هنضف كل الفلتر. في هنا زرار لو واضح قدامكم ده، تمام. ده بتك عليه كده وبسحب كده بتخرج بكل سهوله. ده المخرج اللي هو بيسحب منه. ده الفلتر بتاعها اللي بيلم الاتربه، وده المكان اللي بيجي منه التراب لقلب الملف ده زي ما احنا قلنا مع بعض. ده الفلتر، ده الفلتر التاني. الفلتر ده بيتغسل تمام عادي خالص مفيش مشكله، يعني بعد ما نخلص عادي ممكن نغسله. لكن الفلتر بقى ده ممنوع يجي عليه ميه خالص. ده عباره عن ان هو بيلم الاتربه الناعمه، فاحنا لو عملنا فيه ميه الاتربه هتعمل طينه جوه ومش هيسحب اي حاجه تاني خالص. يبقى المكنسه الاول انا اول ما جبتها كنت بقول عليها المكنسه دي عايزه حد يكنس لها الاول. ليه بقى؟ لان كنت بعد ما الاول كنت بستخدمها كانت حلوه قوي، بعد كنستين 3 لقيتها ضعفت، بقت تسخن وما بقتش تشد حاجه، بقيت احط التراب على الارض وما بقتش تشد حاجه. فقمت واخداها ورايحه مركز الصيانه. قالوا لي ان الفلتر ده لازم يتنفض كويس في الاتربه، وبالذات الاتربه الرمليه بما اني قاعده في مكان. ستوب. قالوا لي ان الاتربه الرمليه او اي اتربه اصلا بتسد ده، فده لازم يتنفض باستمرار. يعني احنا لو شايفين كده لازم نخبطه جامد كده. شايفين التراب كده واضح اكتر؟ ده اللي بيخلي المكنسه ما تسحبش وتسخن وتبقى صوتها عالي واحنا مش عارفين، واحنا بنبقى فاكرين ان المكنسه فيها مشكله، لكن الفكره كلها بتبقى في القطعه دي بس. زي ما اتفقنا ما بتتغسلش، لازم تتنفض كده كويس على الارض بقى، في الحوض، على فوطه، على حاجه. تنفض كويس خلاص كده المكنسه تشتغل. زي ما احنا شايفين الترابه الناعمه دي كمان هي بتسحبها. واضح اهي كل حاجه نزلت قدامكم. وبسهوله تاني بقى بنركب الفلتر. في قطعه هنا وفي سهم هنا، لازم القطعه دي تبقى عند السهم ده، تدخل كده كويس في مكانها. نقوم حاطين الفلتر ملوش اي اتجاه عادي. الحته دي بقى تبقى في اتجاه الحته دي، المدخل ده، ونركب دي هنا في الدخل. احنا شايفين كده. سمعتوا التكه؟ هي التكه دي كده، دي خلاص كده ركبت في مكانها. والسهم ده في سهم هنا كمان قصاده جوه، لازم نبقى ماشيين عليه بس.
ونبدا بقى ايه نجرب لكم السحب بتاعها. دي شويه رز بقى، استنى انا اخده حبه رز. هجيب لكم بقى دلوقتي طريقه عمليه خالص. هنجيب حبه رز او سكر او اي حاجه نحطهم في طبق ونجرب دلوقتي ايه. هاتي نحط على الترابيزه. جرب كده قدامكم طريقه عمليه. هشيل الجزء ده عشان تبقى واضحه اكتر بالنسبه لكم، وهوصل كده على طول. شايفين الرز هنا اهو. اول ما نفتح كده طبعا لما بنيجي نفضي في الباسكت على طول، او بنخلع الكونتينر ده كله على بعض. بنفضيه بقى في المكان الرابش بتاعنا وخلاص على كده. ايه بقى الممنوع ان احنا نسحب بيه حاجه في المكنسه دي، عشان الكونتينر ده باغ، مفيش مسمار نسحبه، مفيش ازاز متكسر، اي حاجه حاده نبقى عارفين ان هي هتاذي الجزء ده مش هنعملها طبعا. الورق الكبير والحاجات الكبيره يفضل ان احنا نلمها بايدينا الاول، علشان خاطر بتلاقي الحته دي تسدد. ممكن تلاقي الكونتينر ده فاضي والفلتر فاضي، بس الحته دي واقف فيها ورقه، فبتبقى قافله السحب من هنا، الفاكيوم من هنا بيقف، فبتلاقي برضو انك برضو بتعملي والموتور عمال يسخن معاكي وما بتسحبش حاجه. بيبقى الجزء ده فيه حاجات كتير مسدوده، ورق وشعر ومناديل. انا كذا مره الاقي فيها الحاجات دي كده. كل التفاصيل بتاعت المكنسه. المكنسه كانت جايه معاها ضمان سنه، والحمد لله هما الناس بصراحه بتوع الضمان محترمين. ولما رحت لهم ما مشانيش الا لما جربوها لي كده، برده جاب لي شويه سكر على الارض وجربها لي وقال لي ان هي خلاص تمام، وعرفني كل التفاصيل بتاعتها اللي ما كنتش عارفاها. فقلت لازم اعمل لها ريفيو عشان خاطر برده اللي يحب يشتريها وهو مطمن. ليها ستاند في الحيطه هحط لكم صورته بتتعلق عليه، علشان خاطر ايه يبقى كل حاجه ملمومه. بيتركب كده، وفي جزئين كمان بيتحط عليه الاجزاء الصغيره دي. المكنسه لطيفه وسعرها مناسب وحلوه للتنظيف اليومي، حلوه لما يبقى عندك اطفال ومش عايزه تستخدمي المكنسه العاديه. وفي نفس الوقت في ناس عندها مكنسه البراميل الكبيره زي كده كانت تقيله جدا في الاستخدام وبطلت استخدمها او اكنس بيها، لكن مكنسه سوكاني الحقيقه كويسه.